اهلا بيكم في فيديو جديد من فيلم ترند. طبعا كلنا عارفين ان نتفليكس بتنتج كميه افلام مش طبيعيه، وفي منهم افلام مش افلام وحشه، بل هي افلام كارثيه. فانا قررت اني اتكلم معاكم عن اسوأ 4 افلام انتجت في سنه 2026 لغايه دلوقتي، وكانت من انتاج نتفليكس. في المركز الرابع معانا فيلم اوفيس رومانس بطوله جينيفر لوبيز وبريت جولدستين. قصه الفيلم ببساطه بتتكلم عن جاك كروز، المديره التنفيذيه لشركه كروز فلاي. كل الموظفين في الشركه بيعملوا لها الف حساب، وده طبعا مقتبس من فيلم ذا ديفل ويرز برادا من بطوله ميرل ستريب. المهم ان المديره التنفيذيه دي حاطه شروط ان محدش يعمل علاقه مع اي شخص تاني في بيئه العمل، وهي اول واحده بتكسر القاعده دي وتقع في حب المستشار القانوني للشركه، فتقضيها بقى سفر وجنس مش طبيعي. المشكله ان الفيلم كوميدي ورومانسي من غير طعم يا جماعه، والقصه بتمشي بنفس الكليشيهات اللي اتهرست في 100 فيلم قبل كده بدون اي محاوله لكسر القالب ده من الافلام المبتذله. فيلم تتفرج عليه وتنساه في نفس اليوم، يعني حتى فيلم بوب كورن سيء، خساره الفشار في الفيلم حرفيا. ونخش في المركز الثاني معانا وهو فيلم ليديز فيرست. فيلم ليديز فيرست ده واحد من الافلام اللي قدرت تثبت ان وجود ميزانيه وانتاج من نتفليكس مش ضمان ابدا اننا نطلع بحاجه تستاهل ان احنا نتفرج عليها. الفيلم داخل في منطقه الكوميديا والدراما، وبيحاول يحكي حكاية عن شخصيات بتواجه مشاكلها وعلاقاتها، لكن المشكلة ان الفيلم نفسه مش عارف هو عايز يبقى ايه بالظبط. فبتلاقي الاحداث بتتحرك من موقف للتاني من غير ما يكون في بناء حقيقي او شخصيات تقدر تتعلق بيها، والنتيجة كانت فيلم بارد سطحي ومفتقد للحظات اللي تخليك تقول عشان كده الفيلم ده اتعمل. والاغرب كمان ان الفيلم حصل على تقييم 1.5/5 في ترتيب تومز جايد لافلام نتفليكس اللي اتراجعت في 2026، وده خلاه واحد من اسوأ الافلام الموجودة في القائمة كلها. يعني لو فيلم ذا لاست هاوس كان عنده فكرة حلوة ضاعت في التنفيذ، ففيلم ليديز فيرست مشكلته الاكبر انك من الاساس هتفضل تسأل نفسك هو الفيلم ده كان عايز يوصل ليه. فيلم تخلصه وتقعد تفكر بعدها هو انا شفته الفيلم ده ليه، انا مش فاهم. ونخش في المركز الثاني معانا في قائمتنا وهو فيلم 72 Hours من بطولة كيفن هارت ومن اخراج تيم ستوري. فيلم كوميدي بيحكي عن مدير تسويق في سن الأربعين بينضم لحفلة عزوبية مع جين زي عشان يفهمهم اكتر ويطور من حملاته الاعلانية بافكار مناسبة للجيل ده، فيتورط في مشاكل كبيرة مع عصابة مخدرات في ميامي. فيلم حقيقي اتصرف عليه بادجت ضخم جدا في حاجة ملهاش قيمة. هو مفيش رقم واضح عن ميزانية الفيلم، بس تقريبا كده اتصرف عليه من 55 ل 60 مليون دولار. والله الفلوس دي اتصرفت على الفاضي. وبالمناسبة الفيلم ده ليه مراجعة عندي على القناة، هسيب لكم اللينك في الديسكربشن بوكس. ونيجي للمركز الأول أسوأ أفلام نتفليكس في 2026 حتى الآن، وهو فيلم سراش. فيلم سراش اغلب النقاد متفقين عليه من اسوأ افلام السنه، وهو فيلم المفروض فيلم اثاره، وبيتكلم عن مهارات البقاء من اعصار من الدرجه الخامسه بيضرب بلد صغيره وتبدا تطلع اسماك قرش مفترسه فتبدا تبتلع السكان. المشكله ان الفيلم فيه اسماء كبيره زي فيبي دينفور وديمون هونسو، ولكن الفيلم مفهوش حاجه تخلينا نقول عليه فيلم. النقاد فشخوا الفيلم تقييمات سلبيه، يعني الفيلم المفروض انه يعيشك حاله من الرعب والتوتر، وهنا مفيش الكلام ده خالص، بدون اي توتر او حتى اهتمام حقيقي بالقصه. لو فيلم ميكر مبتدئ حقيقي كان هيطلع القصه بشكل افضل من كده. حتى النقاد على روتن توميتوز خلصوا كل الطماطم اللي عندهم على مخرج الفيلم، ومش بس النقاد، ده النقاد والجمهور كمان، وده شيء نادر انه يحصل على موقع تقييم افلام، ان الجمهور والنقاد يتفقوا على شيء واحد. وبس كده، دول اسوأ 4 افلام انا شفتهم دلوقتي من نتفليكس، وده اثبت لي ان الفلوس الكتير فشخ والنجوم الكبيره مش هي اللي بتصنع الفن. عشان تعمل فيلم حلو الاهم هو الكاتب والمخرج، والفلوس والانتاج هي اللي هتجيب ممثلين محترمين ويكملوا معاك القصه. ولكن الاهم طبعا هو رايكم، فهل انتم متفقين معايا ولا لا؟ مستني اقرا ارائكم في الكومنتس. وهنا بكون وصلت لنهايه فيديو النهارده. فلو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.